سلام عليكم. انتهت قرعة دور ال16 من دوري الأبطال حاملة عدة مفاجآت في مباراة نهائي الموسم الماضي بين ريال مدريد وليفربول ومباراة تكسير العظام بين باريس وبايرن. أهلا بكم، معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. اول مباراه القرعه بينتها لنا النهارده هي مباراه لايبزيج ضد مانشستر سيتي، واللي هي هتبقى مباراه سهله لمانشستر سيتي وان هو يقدر يحسم فيها التاهل من مباراه الذهاب اللي هتتلعب في المانيا. فريق لايبزيج عنده عناصر كتيره مميزه، بس هو مش هيقدر يجاري مانشستر سيتي ماتشين كاملين، خصوصا ان مانشستر سيتي وجوارديولا عايزين يحققوا لقب دوري الابطال. اللي لايبزيج يقدر يعمله ان هو ياخر حسم المباراه من مباراه الذهاب لمباراه العوده اللي هتتلعب في انجلترا. وفي تاني مباراه القرعه اديتها لنا النهارده كلاب روج هيلاعب بنفيكا، واللي هي هتبقى مباراة سهلة برضو لبنفيكا ان هو يقدر يحسم فيها بطاقة التأهل من مباراة الذهاب. نادي كلاب روج بعد البداية المميزة اللي عملها في بداية دور المجموعات من دوري الأبطال، لعب 3 مباريات كسب ال3، ولكن بيثبت بعد كده ان هي طفرة وكانت 3 مباريات وراحوا لحالهم. انما نادي بنفيكا يقدر يسجل اكتر من هدف في مباراة الذهاب اللي هتبقى بره ملعب، ويقدر يستغل المساحات اللي هتبقى موجودة في دفاع كلاب روج. وفي ثالث مباراة القرعة اديتها لنا النهارده ريال مدريد هيواجه ليفربول للمرة ال7000 تقريبا في دوري الأبطال، واللي هي هتبقى نتيجتها إما تفوق ريال مدريد على ليفربول أو محمد صلاح ورفاقه يكون ليهم رأي تاني. وفي سؤال تاني هنسأله برضو عن المباراة ديت، هل ريال مدريد هيبقى عقدة لليفربول ومحمد صلاح ويؤكد ريال مدريد تفوقه على ليفربول، أم محمد صلاح هيكون ليه رأي آخر؟ وفي حاجة كده أحب أقولها في النص، ان المباريات اللي احنا بنتكلم عليها ديت هتتلعب كمان شهرين بعد كاس العالم، وديت اللي هيخلي فيه فروقات ما بين الفرق وبعضها، وان كل فريق مش هيبقى بنفس التركيز اللي هو موجود فيه دلوقتي، سواء هيبقى تركيزه اعلى او تركيزه اقل، وان في مدربين هيطوروا من فرقتهم من اسلوب لعب فرقتهم. وانا توقعاتي ان مباراتين ريال مدريد وليفربول هيكونوا امتع مباراتين من دور ال16 لدوري الابطال السنه دي. ورابع مباراه اديتها لنا القرعه النهارده هي مباراه اي سي ميلان هيواجه فيها توتنهام، واللي هي هتبقى مباراه متكافئه قوي بين الفريقين دول، خصوصا بطريقه اللعب اللي هيعتمدها الاثنين في المباراه ديت، ان كل فريق هينزل محافظ وان هو يحاول يحقق مفاجاه في اخر الوقت. وانا اتوقع ان اي سي ميلان هيلعب المباراه ديت بجرينتا عاليه بروح اي سي ميلان المعتاده عليه. انما لو احنا رحنا لفريق توتنهام السنه دي، ففريق توتنهام السنه دي عنده نقطه سلبيه ان هو مش بيعرف يكسب المباريات الكبيره. وانا هقول لكم على بعض النتائج اللي توتنهام عملها السنه دي ضد الفرق الكبيره. على سبيل المثال توتنهام اتعادل مع تشيلسي في الجوله الثانيه من الدوري الانجليزي، وخسر من ارسنال 3-1، وخسر من مانشستر سيتي 2-0، واخيرا خسر امام ليفربول 2-1 في الجوله اللي فاتت من الدوري الانجليزي. معنى كده ان كل مبارياته الكبيره يا بيتعادل يا بيخسر فيها، وما كانتش مجموعته في دوري الابطال المجموعه اللي فيها فرق تقيله. وانا شايف ان الموسم دوت هيكون من اقل المواسم اللي لعبها توتنهام في السنوات اللي فاتت، وان هو مش هيقدر يحقق مركز في المربع الذهبي من الدوري الانجليزي السنه دي على الوضع اللي احنا شايفينه دوت، وان دوت ممكن يختلف بعد كاس العالم زي ما احنا ما قلنا. وفي خامس لقاء اديته لنا القرعه فرانكفورت الالماني هيلاعب نابولي الايطالي، واللي هي الحقيقه هتبقى مباراه سهله لفريق نابولي ان هو يكسب فرانكفورت، مع ان فريق فرانكفورت فريق صعب دفاعيا وفريق صلب، ومن الصعب اللي انت تحقق عليه نتيجه ايجابيه وتسجل فيه اهداف كتيره، وان فريق فرانكفورت احتمال كبير يحقق مفاجاه زي اللي حققها السنه اللي فاتت في الدوري الاوروبي، وان هو كسب البطوله بعد مشوار كل مباراه نقول ان هو مش هيقدر يحقق الفوز ويحقق الفوز. ومباراه الذهاب هتتلعب في المانيا، وانا شايف ان فريق نابولي عنده فرصه ان هو يلعب في المساحات اللي هتبقى في دفاع فرانكفورت ويسجل منها اهداف عن طريق سرعات ومهارات لاعبيه. والحقيقه في معلومه عايز اقولها، ان فريق نابولي الاكثر تسجيلا للاهداف في دور المجموعات من دوري الابطال السنه دي، وان هو سجل 20 هدف اكتر من باريس وبايرن، الفرقتين المرعبين حرفيا اللي مفيش حد بيقدر يوقف. وسادس مباراه النهارده القرعه اديتها لنا هي مباراه بروسيا دورتموند وتشيلسي، وان هي هتبقى مباراه متكافئه زي ما احنا ما قلنا في مباراه اي سي ميلان وتوتنهام. فريق تشيلسي بيمر بفتره من سوء الاداء في المستوى الفني، واللي دوت انعكس على اللعيبه بعد عدم الاستقرار الفني والاداري. والاستقرار الاداري بيتمثل في
مالك النادي الجديد، وعدم الاستقرار الفني اللي بيتمثل في إقالة توماس توخيل وتعيين جراهام بوتر، واللي أنا أتوقع إن هو مش هينجح مع فريق تشيلسي، وإن هو مدرب فريق متوسط، يعني مدرب فرقة في منتصف الجدول في المنطقة الهادئة ينافس بيها فوق شوية ويمنعها من الهبوط. إنما مش هو دوت المدرب اللي أنت هتعينه في وقت حاسم يجيب لك بطولة دوري الأبطال زي ما أنت ما عملت مع توماس توخيل من سنتين. وبروسيا دورتموند برضو بيمر بفترة من سوء النتائج، وإن هو مباراة تلاقيه حلو ومباراة تلاقيه وحش، وإن هو ما قدرش يعوض خروج هالاند بلاعب مميز زيه. وسابع مباراة اديتها لنا القرعة النهارده هي مباراة انتر وبورتو، مع العلم إن فريق بورتو فريق مش سهل، وإن هو طلع الأول على مجموعته في دور المجموعات من دوري الابطال السنه دي. وانتر برضه بيمر بفتره من سوء النتائج، وان هو لعب على المضمون في مجموعته، وان هو يفوز على برشلونه في مباراته اللي هتتلعب في ايطاليا، ومباراه اسبانيا يحاول يتعادل فيها او يحقق نتيجه ايجابيه، وهو دوت اللي حصل. وهنا بقى نروح لثامن مباراه اديتها لنا القرعه النهارده، وهي مباراه تكسير العظام، المباراه التي ستجمع اقوى فريقين في البطوله، المباراه اللي هتجمع فريقين من اقوى 3 فرق في العالم حاليا، هي مباراه باريس ضد بايرن. هي مباراة تكسير العظام بين فريقين مفيش حد قدر يكسبهم، مفيش حد قادر يوقف بايرن ميونخ او باريس. الفريقين السنة دي الاكثر تسجيلا للاهداف والاقل استقبالا للاهداف في دورياتهم السنة دي. باريس السنة دي لعب 20 مباراة، كسب في 16 وتعادل في 4 وما خسرش ولا مباراة. بايرن ميونخ السنة دي لعب 6 مباريات في دوري الابطال، كسب ال6 وما دخلش فيه الا هدفين بس، وكانت في مباراة تحصيل حاصل ما كانش بيلعب بيها بمانويل نوير الحارس الاساسي بتاعهم. باريس اللي قوي جدا هجوميا، اللي سجل 54 هدف، واللي يعني دفاعيا اهتزت شباكه ب 16 هدف. انما فريق بايرن ميونخ هو الفريق الاقوى في العالم، اكثر فريق تسجيلا للاهداف في مجموع البطولات اللي هو شارك فيها السنة دي. بايرن ميونخ السنة دي لعب 19 مباراة، سجل 59 هدف. ايوه زي ما انا ما بقول لك كده، بايرن ميونخ سجل 59 هدف السنه دي في 19 مباراه، وفي المقابل اهتزت شباكه 14 مرة فقط. يعني نقدر نقول ان باريس القوي جدا هجوميا والقوي نوعا ما دفاعيا في مواجهة بايرن ميونخ القوي جدا هجوميا والقوي جدا دفاعيا. انما بقى باريس اللي بيملك ثلاثي هجوم عالمي. فخليني اقول لك بعض احصائيات ثلاثي الهجوم بتاعه. عنده هداف دوري ابطال اوروبا كيليان امبابي ب7 اهداف بالتساوي مع ابننا محمد صلاح. واكتر لاعب عمل تمريرات حاسمة في بطولة دوري الابطال السنة دي هو ليونيل ميسي، عمل 4 تمريرات حاسمة. انما لو احنا رحنا بقى للدوري الفرنسي فهتلاقي هداف الدوري الفرنسي كيليان امبابي ونيمار برصيد 11 هدف لكل واحد فيهم، والاكثر صناعة للاهداف ميسي برصيد 10 اهداف، ويليه نيمار ب9 اهداف. وخطورة باريس سان جيرمان تتمثل في الثلاثي دوت. لو بايرن قدر يوقفهم نقدر نقول ان هو وقف باريس كله على بعض، وان مفيش خطورة هتيجي من اي لاعب بره ال3 دول. ونروح بقى لتوقعاتي للمتأهلين من دور ال16 لدور ربع النهائي من دوري الابطال السنة دي. مانشستر سيتي هيحسم بطاقة التأهل بدري على حساب لايبزيج، وبنفيكا هيقدر يحسم بطاقة التأهل على حساب كلوب روج. روح بقى ليفربول وريال مدريد. اتوقع ان ليفربول هيفوز على ريال مدريد وهيتأهل لربع النهائي من دوري الابطال، وان ليفربول هيحسم التأهل من سانتياغو برنابيو باقدام محمد صلاح ان شاء الله. انما مباراة اي سي ميلان وتوتنهام فانا اتوقع فوز اي سي ميلان بالجرينتا والروح بتاعة الطليان. واتوقع في مباراة متكافئة بين بروسيا وتشيلسي، اتوقع ان بروسيا هيحسم التأهل على حساب تشيلسي. ونروح للمفاجأة اللي انا بتوقعها، ان بورتو هيحرج انتر وهيفوز وهيتأهل لدور ربع النهائي. انما مباراة باريس وبايرن فانا اتوقع فوز باريس سان جيرمان والتأهل لدور ربع النهائي من دوري الأبطال السنة دي، وإن هو كمان هيوصل للنهائي. وده كانت توقعاتي للمتأهلين من دور ال16 من دوري الأبطال السنة دي. ما تنساش تكتب توقعاتك أنت كمان. ختاما كان معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتكتب كومنت. بس كده، سلام.